بنيت جامعة القرويين عام 145 للهجرة، الموافق لعام 859 ميلادية، أي قبل حوالي 100 عام من إنشاء جامع الأزهر في القاهرة. على يد فاطمة الفهرية قررت فاطمة الإنفاق على بناء الجامع وتوسعته ليتحول إلى جامعة كبيرة في الغرب الإسلامي. درس في رحاب الجامعة أعلام بارزون كابن خلدون وابن الخطيب وابن حرازم وابن باجة النابغة في علوم كثيرة كالطب واللغة العربية، والفيلسوف ابن ميمون، والمؤرخ الحسن بن الوزان الملقب بليون الإفريقي،